ومن احنا كل يوم من الساعة 10 إلى الساعة 3، وحنا هذا دوامنا عشان صرافة. وشوف موظفين ما في. الآن أنا يوم الأربعاء الساعة 2 ما في ولا موظف قدامك. شوف كلنا ايش كل يوم بكرة بكرة بكرة. وارسلنا رسائل للمصرف الراجحي ونشكي نفس المشكلة ومشاكل ثانية من ضمنها صرافات والإيداع النقدي وعدم وجود حتى الموظف اللي تسأله ما يستجيب. وشوف الآن ولا موظف. شوف صرافين الناس لهم من الساعة 11 ما هو. وأيضا شوف اللي قدامك خدمة العملاء كل يوم قلنا بكرة. حتى أمس نطلع عن الساعة 5 قال بكرة تجون تأخذون صرافاتكم، والآن ما حصلنا. معاناتنا بمصرف الراجحي في فرع 250 نفس المعاناة كل يوم، نفس المعاناة على حاجات تافهة ما أدري ايش المشكلة. حتى تكلمنا فرع عدة مرات وارسلنا رسائل فاكس وعن طريق المأمور بالهاتف المصري ونفس الوضعية ولا حياة لمن تنادي. وحتى لا يقدرون لا كبير ولا صغير. تمني أي كملك يوم أنت بهالمصرف مثلا دواء. خلينا مصالحنا وخلينا شغلنا وخلينا كل شيء. أنا أتمنى أنه يقفل نهائيا. بلا والله هذا أحسن شيء تقدير، لأن ما بفايدة. وش النتيجة اللي احنا أخذنا وش والله يزال المدير كله شوفها ولا صرف. ها؟ لا وش يعطونا؟ ما نريدهم يعطونا يدونا بس عملهم بس على وجه المطلوب. يعطونا اللي هم حتى ارقام ما في ارقام، كله نجي على ذراعات. يعني معاناه. وهنا من قبل الظهر نحترم معطوني يرجع من يوم رقم سري بس.